وجه اليوم اللي بنعلن فيه عن افتتاح المتحف المصري الكبير. والمتحف المصري الكبير مش مجرد متحف عادي، لأ، ده أكبر مؤسسة ثقافية في القرن 21. بيترقب ملايين المصريين، الحقيقة مش المصريين وبس، لأ، ده العالم كله بيترقب افتتاح المتحف المصري، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025. وده هيكون في احتفالية كبيرة جدا تمتد على مدار 3 أيام متتالية بحضور عدد من رؤساء الدول والوفود الدولية البارزة، وهيتم فتح أبواب المتحف للجمهور رسميا اعتبارا من 4 نوفمبر 2025. مصر قامت بجهود كبيرة جدا في تجميل الأرض وتزيينها، وقامت بوضع أكتر من 750 مجسم كمان عشان يزين الطريق الصحراوي المؤدي للمتحف المصري الكبير. وهيكون موجود شاشات عرض في الميادين، وده عشان تنقل حفل الافتتاح. نيجي بقى لبطل المتحف اللي كلنا بنعشقه، مش احنا بس كمصريين بنعشقه، لأ، ده العالم كله بيعشقه، وهو الملك توت عنخ آمون، واللي موجود آثاره كلها داخل المتحف. وده عرض الأول مرة لكنوز الملك لا تقدر بثمن. مقبرة الملك توت عنخ آمون هي المقبرة الملكية الوحيدة اللي اكتشفت كاملة، وبها ما يقرب من 5398 قطعة، وبها أجمل قطعة أثرية في العالم، وهو قناع الملك توت عنخ آمون. والمتحف كمان بيحتضن آلاف القطع الأثرية اللي بتحكي قصة الحضارة المصرية القديمة، واللي منها مركب الملك خوفو الثانية في ظهورها العالمي الأول داخل قاعات العرض. احنا مش مستنيين التاريخ يكتب عننا، احنا اللي صنعنا التاريخ. مين يقدر ينافسنا؟ مين بيمتلك اللي احنا بنمتلكه؟ دي حاجة صغيرة جدا من حضارتنا، وحاجة صغيرة من ثقافتنا. الافتتاح مش مجرد حدث أثري، لأ، ده احتفال بخلود الحضارة المصرية وبقدرة الإنسان على صون تاريخه وإعادة تقديمه للأجيال القادمة. هي دي مصر أم الدنيا.